أشتي أقول لكم المقدمة كانت مخيفة حول الإرهاب، حول الظروف المعقدة، حول الفترة العصيبة هذه، حول اللاميزانية. أجي أنا أكتشف خلال الثلاث شهور هذه بعض المدراء يعيشوا عصر الرخاء، للأسف يعيشوا عصر الرخاء. بعض المدراء ذات الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الموارد يعيشوا عصر الفساد الإداري الذي كان سائد في الفترة السابقة. وأنا قلت زمان أو قبل فترة أو في لقاءات متعددة أن الفساد يعتبر أيضا إرهاب. يعني مثل ما نواجه القاعدة نحن بنواجه الفساد. فأجي أكتشف بعض مؤسسات للأسف نحن ندور البيسة وهو يشتري سيارات، نحن ندور الريال نجمعه مشان نشتري نفط نساعد الأخوان في الكهرباء، نجي نكتشف إنه يصرف مكافآت عجيبة. يعني أنا تمنيت أكون موظف في هذه الشركة. وهذا يدل على أنه مثل هذا الإنسان للأسف شديد لا يمكن أن يجاري المرحلة وأن يجاري المرحلة القادمة. نحن نراقب وشعبنا يراقب والناس تشوف. ما فيش حاجة في حضرموت إلا وتظهر نتيجتها. ولهذا أنا أقول لكم أنه مثل هذه ظواهر، مثل هكذا ممارسة، هذا مدير لا يمكن أن يسلك ويمشي معنا المرحلة هذه، ولا يمكن أن يخرج من عشعشة الفساد ويستمر معنا. وبالتالي أنا متأكد من هذا الكلام، في عناصر تخريبية تشتي توصل إلى فشل تجربة حضرموت في كل شيء. عناصر تخريبية بالمعنى الكلمة في مجالات خدمية تخدم المواطن. لن نسمح. أنا أقول لكم شوفوا بصريح العبارة، بنشله ننتعه هكذا وبنعريه قدام الناس وبنحاكمه مشان يعرفوا هذا ايش يمارس من قضايا. لن نسمح لأحد أن يعرقل مسيرتنا في التنمية، مسيرتنا في الأمن والاستقرار. وأصدرت أمس القيادة العسكرية مع قوى التحالف بلهجة واضحة أنه خلال أسبوعين الجماعات الإرهابية اللي معشعشين في الكهوف وفي بعض البيوت وبعضه قريبي وبعضه ابن عمي وبعضه هذول يسلموا أنفسهم الآن وخلال أسبوعين. أنا أقول هذا الكلام واثق من نفسي، واثق كل الثقة أنهم مستعدين، عندنا القدرة والجاهزية القتالية لاقتلاع أي إرهابي موجود في تراب حضرموت. وبالتالي في تراب إقليم حضرموت. عندنا الوسائل وعندنا المقاتلين وعندنا القيادات وعندنا التكنولوجيا وعندنا قوات التحالف، الله يحفظهم
يقدموا كل ما بوسعهم من أجل استقرار الأمن والسلام داخل هذا البلاد. لكن أن يقوم واحد يتفلسف لي ويبغبغ وكلام فاضي غير مسؤول، أنا متأكد لو طرحته رئيس قسم ما بيسير دقاق، ما بالك بشر. أنا بقول لكم صح، العسكري نحن صح شدينا الحزام وصارمين وإلى آخره، لكن أنا أقول لكم مش مباهاة فينا نحن اللي جينا نحن خضنا تجربة المعركة وتصفية الإرهاب ومستمرين في القيادة. لو لا سمح الله انه في قيادة تتعاطى مع القيل والقال حقكم هذا اللي في الفيسبوك والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، كان يفتح الله على حضرموت. وانا اقول لكم ما يطرق في باب ولا يأثر في شيء من هذا القبيل. سنضرب بيد من حديد من يتطاول على أمن واستقرار محافظة حضرموت ومن يعرقل خدماتها، وبالتالي أنا أقول لكم حاجة واحدة، نحن كقيادة صح بنمارس هذه الأشياء، لكن نحن نقنع الناس، ناسنا وأهلنا، ونقنعهم. اليوم ما عجبهم هذا السلوك، لكن بعد يومين ثلاث بيقولوا والله كلام ذاك صح، مطلوب تنفيذ. نحن متأملين في قياداتنا في كوادرنا الخير أن يمتعضوا من الأوضاع الجارية، وأن يمتعضوا أيضا من التوجيهات اللي نعطيها نحن بشكل واضح.